السلام عليكم، معكم حياة. نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم على خير وبخير. اليوم ان شاء الله نحضر معكم النوكا، كتجي ساهله وزوينه وبسيطه، وتا المكونات ساهلين. اللي نحتاجو عندنا هنا نص كيلو ديال الكاوكاو محمر ونقيته من القشره وهرمشته، وعندنا هنايا 100 غرام ديال السنيده، 50 غرام ديال العسل، 50 غرام ديال الماء، وعندنا معلقه صغيره ديال الكليكوز وقبصه ديال الملح. صافي هادشي اللي نحتاجو، ساهله وبسيطه ولكن كتجي غزاله بزاف. عندنا بقله هنايا درنا رشعه العافيه. اول حاجه غنبدا معلقه صغيره ديال الكليكوز، غنديرو السنيده هي 100 غرام، ندير قبصه ديال الملح، 50 غرام ديال الماء، ونزيد 50 غرام ديال العسل. صافي وكنبقاو نخليوها حتى تولي الفقاعات فيها في العسل. ملي كتولي بحال هذا الشكل، شي فقاعات اللي قلت لكم، وكتولي غادا شويه اللون الذهبي، كنزيد معلقه صغيره ديال الزبده. نسيت قبيله ما حطيتهاش. غير دوب لنا الزبده، رمي كاوكاو نطفي البوطه. دابا رمي الكاوكاو اللي قلت لكم محمر ومهرمشتو ونقي. غنبقى نمعكو هكا مزيان حتى ندخل العسل مزيان فيها ويندمج لينا الخليط. صافي دابا نطفي البوطه. بعد ما حركناها مزيان تدخلنا مزيان المكونات، صافي دابا غنديرها في القالب هذا. درت القالب هكايا، درت ليه السلوفان، وغادي نجيو نحطوها خوا كلها هنايا. من قديت السطح ديال النوكا مزيان، قديتوه كل واحد عطيتو حقو. صافي باش ما تبقاش جهه رقيقه وجهه غليظه، تمشيو بمستوى واحد. صافي غادي نشد البلاستيك ونغطي عليها من الفوق هكايا. صافي ندخلها الثلاجه تبرد شويه، وديك الساعه نخرجها ونقطعها. وهذا هو الشكل النهائي ديال النوكا، كتجي زوينه بزاف. ومن الاحسن صاوبوها في الدار، كنعرفوا شنو كناكلو، وكتجي فتيه واخا ما تجيش قاصحه. السكر كيجي هو هذاك، ما حلواش وما ناقصاش من السكر، المهم كتجي زوينه في السكر. هانتوما كتجي زوينه بزاف وبالصحه والراحه، وكنتمنى ان شاء الله تجربوها، راه ساهله بزاف بزاف.